السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، النهاردة هنعمل مع بعض الديك الرومي في أصغر كيس حراري. هنشوف مع بعض. هنبدأ الأول، احنا طبعا هنحشيه رز مستوي، يعني نص تسوية، عشان ايه نسويه في الكيس الحراري وهو محشي بالرز. حطينا دلوقتي بصلة على النار مع شوية زيت وبنشوح فيهم. معانا الرز هنا غسلينه وعليه شوية كمون وملح وفلفل وشوية مية عشان ايه نزود الرز يعني شوية بسيطة يستوي نص تسوية. خليكم معانا ونكمل الوصفة مع دلوقتي. بعد ما البصلة اتشوحت مع الزيت نزلنا عليها بالرز وخد تغليفة كده من الزيت مع البصل. هننزل بشوية مية صغيرين عشان خاطر ما يستويش تسوية كاملة، ونسيبه يا دوب يشرب المية بتاعته، وبعد كده هنكمل الوصفة مع بعض. ودلوقتي بعد ما خلصنا سوينا الرز اهو نص تسوية، فضيناه في صينية صغيرة شوية عشان يبرد. ومعانا دلوقتي بصل على كمون على فلفل على ملح عشان نعمله تتبيلة للفرخة اللي معانا دي. الفرخة دي معانا بسم الله ما شاء الله تعدي 4 كيلو، يعني تعتبر زي الديك رومي كده. احنا غسلينها ومنضفينها ونقعناها كويس في ملح وليمون ودقيق، وبعد كده عملنا لها فتحات في الصدر كده زي ما انتم شايفين. معلش كانت الاضاءه مش واضحه عشان بس الكهرباء قطعت. دلوقتي هنتبلها بالبصل من جوه ومن بره كلها، وبعد كده هنحشيها بالرز. وايه خليكم معانا لما نكمل واوريكم شكلها في ودلوقتي حشينا الفرخة كده، حشينا تحت الجلد ده كله، عملنا بالبصلة اللي احنا عاملينها، تبلنا بيها، وبعد كده حشيناها الرز، مليناها من كل الأجناب دي اللي احنا مفرغينها، وحشيناها من جوه، ربطنا رجليها كده عشان طبعا ما تفضلش مفتوحة. هنجيب الكيس الحراري دلوقتي ونحطها فيه. ودلوقتي خلصنا الفرخة بتاعتنا وحطيناها في الكيس الحراري وربطنا عليها طبعا، وعملنا فيه فتحات كده بالسكينة عشان الكيس ما يعملش ما يفرجعش. وبعد كده حطيناها في الصينية. بعدين هننزل بشوية مية في الصينية، وكل ما تغلي والمية وتتبخر هننزل بمية تاني لحد ما نشوف الفرخة بتاعتنا استوت. وما نطلعها هنوريها لكم يكون شكل. وده شكل الفرخة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. طبعا يعني مش محتاجة ان احنا نتكلم عنها، مستوية وشكلها جميل جدا، واتحمرت من تحت وفوق من الأجناب ومن كل مكان. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو، وتنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.